يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول، وهنعمل بقى حبة شوربة شعرية في القلب بجد. بصوا خطيرة. هنا بقى جبت الحلة وضفت السمنة، وبعد كده بقى حمرت الشعرية لحد ما اخدت معايا اللون الجلد التحفة ده. بعد كده بقى نزلت عليها بطماطماية مبشورة وجزراية مبشورة. بجد بتخلي شوربة لسان العصفور او الشعرية في حتة تانية خالص، في حتة 13. وهنا بقى كان عندي كوباية من شوربة اللحمة كانت باقية عندي من قبلها بيوم. اخدتها كده وضفتها عليها، ودلوقتي هضيف عليها كوباية من المية. هخليها بقى تغلي كويس جدا، وبعد كده بقى ايه هوطي عليها. ودلوقتي بقى التوابل بتاعتي هضيف مرقاية وملح ونطرة فلفل لا تذكر كده، علشان طبعا ما تغمقش الشوربة معايا. هخليها بقى كده على نار هادية خالص. وبجد شوربة لسان العصفور دي او شوربة الشعرية خطيرة، الحاجتين بعشقهم على الاكل. طبعا ما تنسوش تعملوا اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزلكوا كل جديد من فيديوهاتي. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا في الدول العربية، ربنا ينصرهم نصرا عجيبا يتعجب به اهل السماوات والارض، ويطلعنا من المرحلة دي على خير يا رب. ربنا ينصرهم دايما كده ويقف معاهم. متنسوش اللايك والشير وتفعلوا الجرس عشان ينزلكوا كل جديد من فيديوهاتي. كنت حلاوة الفيديو بيتعاد تاني. باي يا حبايبي.